هعمل معاكم النهارده فيديو سهل وسريع واي بيت مصري مقدرش يستغنى عنه. عندي هنا في الحله حله فيها بصل. طبعا كلنا بنعشق الباميه، مفيش اي بيت مصري يقدر يستغنى عنها. معايا هنا في الحله بصل، وهحط معاهم شويه سمنه ونبدا نشوح البصل. طبعا احنا هنا عندنا الولاد بيموتوا فيها، يعني سبحان الله مولودين وعايشين هنا، بس بالنسبه لهم الباميه دي طبق يعني اساسي في البيت. بس انا شوحت البصلايه، اديتها لون بسيط، ما بحبش احرقها. وهنا كان معايا لحمه كنت سلقاها تمام، وكنت واخده منها الشوربه وكنت شايلاها في التلاجة، وكانت طلعتها اهو بقى ايه استخدمتها في اهو للباميه تمام. هنا شوحت البصلايه حاجه بسيطه، وشوحت معاها اللحمه اهو بعد ما كنت سلقتها. هبدا بقى انزل بالصلصه. لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بعمله. بتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم. بس ننزل بالصلصه اهو. نحط في الازازه شويه ميه علشان الصلصه كانت في التلاجة وكانت ماسكه في الازازه مش عارفه ليه، فانا عشان اخففها هحط ميه معاها وابدا انزل بيها تمام كده. بقى هننزل انا عندي هريسه شطه حمراء بس مش حراقه، هحط منها حته، وهحط توم مهروس دلوقتي هتشوفوا بعينيكم. بس حطينا هنا الفلفل الثوم وهريسه الشطه، نحط الملح ونحط فلفل اسود تمام كده. حطينا هريسه الشطه وحطينا الثوم مهروس وملح وفلفل اسود، ونبدا نقلبه ونسيبها تتسبك شويه مع بعض قبل ما ننزل بالباميه. طبعا الباميه انا هجيبها مجففه من الجزاره اهي زي ما انتم شايفينها هنا، باميه مجففه من الجزاره. مش عارفه الجزء ده طلع صغنن كده ليه، بس هنزل بالباميه. زي ما انتم شايفين كده. كانت طبعا تسبيكه الصلصه حاجه بسيطه، واوريدي كانت اللحمه مسلوقه بس. وهنزل بشويه ميه، شويه ميه اهو تمام. واحط معاها مرقه ماجي مكعب، بما ان انا خدت الشوربه من اللحمه فنعززه الباميه شويه ونحط لها مرقه ماجي حق الشوربه انا خدتها من اللحمه بس. وهسيبها بقى تتسبك مع الباميه غلوه والتانيه كده، واكيد ما تقعدش كتير عشان اوريدي كمان الباميه مسلوقه اهو. الباميه اهي بعد ما فضيتها في الطاجن، وعملت معاها رز بالشعريه وطبق سلطه. ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وبتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، واكون عند حسن ظنكم بيا. وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.